في حدود الساعة 11 صباحا قرابة 200 شخص في ساحة الزيتون بقلب مدينة زيوزو، وقاموا بالإفطار جماعيا علنا. تناولوا السندويشات، المياه المعدنية والمشروبات الغازية وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة تيزي وزو. هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير، وقد أطره الكثير من المناضلين المحسوبين على الحركة الداعية للحكم الذاتي بمنطقة القبائل في غياب تام لمصالح الأمن. الزميل حسن زيزي غطى الحركة وعاد لنا بالتالي. Écoute, attends, l'aéroport d'Alger, verrouillé par respect terminé à la table de c'est par respect à notre religion, à l'islam. Nous connaissons les gens qui ont dit que contre l'islam, non. Elle ne sera jamais tolérée la guerre. زيك تيزوجوا تلاحظ انا كاين اللي متبقر عند الغاشي الناس مام يتشرمض شويه لكن هذيك كان عندهم بون سونتي مام يبغى ذي كيف هذه يسوي شوازي يسيزول هذه خير نضروا يزولي هذه راح هذيك ثورتنا شو على كذا هو الانسان يحسب انت كل ربي سبحانه ثوراني كاخذ من هكا تمزورت خصنا مليح ماشي لا ناس خصنا من القبائل لا ناس خصنا ديال الاسلام لا ناس خصنا كلشي لا دون مشيت نفهم قراحه نتاع هذيك أشو إن شاء الله نديه ضربة إذا كاس نطلب. الجدير بالذكر أن أغلب المتجمهرين هم من المغتربين بفرنسا والذين يلتحقون بتيزي وزو صيفا، وقد تبرأ منهم سكان ولاية تيزي وزو. تبرأوا من هؤلاء مؤكدين أنهم باتوا يعرفون جيدا هذه المخططات القادمة من وراء البحار والتي تهدف لتصوير الولاية على أنها مدينة لانتهاك حرمات الأخلاق والدين وبالخصوص في شهر رمضان المعظم، مؤكدين أن الولاية هي مدينة الشيوخ والعلماء وحفظة القرآن، ولا يمكن لمجموعة متكونة من 200 شخص أن تسيء لولاية سكانها أكثر